ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير وباحسن حال يا رب العالمين. انا حبيت اشارك معاكم الفيديو ده لان الفيديو ده انا حابه ان هو يكون ذكرى ان شاء الله لابني باذن الله. باذن الله لو انا استمريت في اليوتيوب يبقى هو شايف الفيديو بتاعي، ولو انا حتى ما استمرتش في اليوتيوب يكون الفيديو موجود ذكرى ليه. انا كان عيد ميلاد ابني وهو كان عايز اعمل له عيد ميلاد، فعملت حاجه كده بسيطه في نفس الوقت لميت له كل الحبايب. معاه احتفل معاهم وكان مبسوط جدا جدا جدا. الحمد لله، يعني اليوم كان لطيف كده وخفيف. جبت اللي بالونه لسبايدر مان لان زي ما هتشوفوا الوقت التورتايه سبايدر مان، وجبت رقم 8، جبت الستاره وجبت بلالين زرقاء اللي هو كحلي كده، وبلالين حمراء، وجبت اللي هو الشكل دون، وجبت اطباق وشوك. هو كان قايل لي قبل كده يا ماما انا عايزك يوم عيد ميلادي تعملي لي تورتيه سبايدر مان. ورجع بعد كده قال لي يا ماما لا انا عايزاكي تعملي لي حرف الآ. وبعدين قال لي ايه يا ماما رأيك بقى ما نعمل حرف الآ وفي نفس الوقت تبقى سبايدر مان؟ الطموح عالي عنده قوي. عالي 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 قوي. اول مره بصراحه كنت عامل تورتايه على شكل على حرف، يعني على شكل الحرف. اول مره كنت اعملها. فانا حبيت، انا بحب قوي ان انا اجرب الاشكال الجديده، وطبعا يعني ايه طالما انا هجرب شكل جديد واول مره اعمل القطع والحاجات دي، فقلت الحمد لله ان الحاجه ليا، بحيث ان انا ايه اقدر ان انا ايدي تاخد في حاجه بتاعتي، ما بوظتش طبعا حاجه للناس، او لو حد طلبها مني ابقى اقول له انا اعرف اعملها. انا عملتها قبل كده كده. فعملت خبزت التورتايه. اولا انا عاملاها بنص كيلو دقيق سبونج، وست بيضات، ونص كوبايه من الميه، ومقلعه من المحسن الجل، ومقلعه من الخل. بس انا عملت بقى كل ربع لوحده. يعني عملت الثلاث بيضات وربع كيلو دقيق سبونج وربع كوبايه ميه ومقلعه خل ومقلعه محسن جل، وضربتهم في المضرب لوحدهم 10 دقايق، وخبزتهم في الصينية الكبيرة، ورجعت عملت ربع تاني لوحده. لما بتعملي كل ربع لوحده الطبقات بتبقى اعلى، وخصوصا لو انت هتعملي حاجة زي كده. فكل يعني كل قارب طلع لي طبقة تخينة كده. اما انا جت بقى ايه، جبت كرتونة وجبت الصينية، وقعدت اهندس بقى واظبط، وعشان اعمل حرف الاي يكون شكله محل، وفي نفس الوقت تكون الكبكاية كبيرة، وما اقطعش قطع كتير من الاسبونج يعني اهدرها، لا. كل اللي انا طلعته من الصينيه عملته طبقات، لزقته كده مع بعضه وعملته طبقات. كان نفسي قوي اصور والله الحته اللي هي بتاعه تلزيق الطبقات دي، عشان لو كيكه مثلا طبقه بايظه من حد او متكسره، ما يقولش لا خلاص باظت ولا اترمت ولا لا هعمل بها حاجه تانية ومش عارفه. لا لا والله كل حاجه نفعت، كل قطعه. ما فيش سبونج يعني قطعه من السبونج واحده يعني اتركنت او سبتها اعمل بيها حاجه تانية، لا. عملت طبقتين، يعني عملت الطبقة السليمة تحت والطبقة السليمة التانية فوق، والكسر بقى عملته طبقتين. كانت القطعة ما شاء الله. ده بقى البهدلة انا قعدت عشان اقطع حرف الآ حوالي ساعتين بجد. مش عارفة ان انا اظبطه، وعشان مقاس الصينية، وشوفي في كل مكان ورق، في كل مكان كان فيه ورق. بس الحمد لله في الاخر ظبطته كده على قد ما قدرت. خبزت الكيكة بالليل. تاني يوم الصبح بدأت ان انا اقطعها. عملت اول طبقة اللي هي ماسكة نفسها، تاني طبقة، وتالت طبقة اللي هو الكسر اللي طالع من الجوانب. عملته طبقتين. طبعا انت مجرد ما انت بس بتحطي الكريم شانتيه بتاعك وهو يبقى يسقع ويمسك نفسه، بتبقى طبقات متماسكة جدا، وما ما فيهاش اي حاجة، بتقطعي القطعة ماسكة نفسها تماما. ما كنتش عارفة للأسف إن أنا كنت هاعرف إن أنا أصور والّا لأ، لإن أنا قررت أعمل العيد ميلاد كلّه في كام ساعة، ما كانش عندي أي وقت خالص. يا دوب إن أنا أعمل التورتاية، وخصوصًا في الحر ده، فالتورتاية كانت عايزة يعني تبقى كمان أعملها كمان قبلها بيوم، بس أنا فعلًا قررت إن أنا أعمله قبلها بيوم على طول. أنا هاعمل العيد ميلاد بكرة ومش عارفة إيه. حتى أنا ما كنتش لحقت كمان إن أنا أجيب قعدة ولا حاجة. وقُلت خلاص طالما في البيت أنا هاعملها على بورد كده عندي، المفروض دي صينية خشب وكده. وبرضه الصينية الخشب على فكرة كانت مأيدة حركة القاعدة الدوارة بتاعتي. الخميرة. كنت بقول لكم الكريم شانتيه بجيبه خام، وبحط عليه كريم باستري عشان يمسكوا شوية في الحر اللي احنا فيه ده، وبقلل السوائل، وبحط السكر. بطحن سكر وبحط فيه ذرة كده من الفانيليا، وبظبط الكريمة بتاعتي تكون يعني ايه خفيفة، مش مسكرة قوي برضو مش مسخة قوي. الدريبات دي عملتها زي ما انتم شايفين دي بكريم شانتيه. انا بصراحة حاولت ان انا اعمل قبل كده الدريبات دي تكون بالشوكولاتة البيضاء والونها، ما ظبطتش معايا وبتسيل وكده. فالدريبات بالكريم شانتيه
بصراحه تحفه تحفه، وبتدي معاكي الشكل وبتبقى ماسكه نفسها وشكلها حلو جدا. فانا طالما مش بعمل بشوكولاته، يعني الدريبات بتاعتي مش دريبات شوكولاته، لا بعملها بكريم شانتيه ملون، او كريم، او حتى لو هعملها بيضه بعملها بكريم شانتيه ابيض. لكن لو دريبات شوكولاته بعمل جناش الشوكولاته وبعمل بيه الدريبات دي. اللون ده انا عاملاه باللون اللبني الفاتح بصراحه استخسرت ان انا اركنهم على جنب، قلت لا انا محتاجه كل لحظه كريم شانتيه، فحطيت اللون اللبني، حطيت عليه شويه احمر، فادى معايا اللي هو الاحمر غامق شويه، مدي على كده على نبيتي شويه. الكريم بصراحه احتاجت معايا كريم شانتيه كتير 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 قوي، اكتر من ربع كيلو بكتير كمان، لان هي ما شاء الله حجمها كبير كبير خالص بحجم القالب. ده حبيت ان انا اعمل الخيوط بتاعه العنكبوت، وجبت طبرات، الطبرات دي جبت الطبر عليه الاسم الاسم بسبايدر مان، يعني الحروف عليها سبايدر مان، وجبت الرقم برضو عليه سبايدر مان. وكمان عملت الديكور كله على البلالين حمراء وزرقاء على شكل تورتيه سبايدر مان ولبس سبايدر مان، وجبت البالون على شكل سبايدر مان. حبيت ان انا يعني ايه كل حاجه هو حب ان هي تتعمل له، حاولت ان انا اعملها على قد ما اقدر. يعني هي تورتيه يعني مش واو، يعني الحمد لله كان شكلها حلو، بس انا كنت حاسه ان الالوان كده مع بعض كتيره كده كتيره. حطيت توت احمر وكور، انتوا عارفين طبعا ان الاطفال بيحبوا الحاجات دي، فانا كنت حابه ان انا وانا بزين كده اعمل التورتايه يبقى كل حاجه فيها الولاد بتحبها. الولاد بتحب التوت الاحمر، وبتحب الكريسبي، بتحب الكور، بتحب آه، مش عارفه اسمه الكريز، الكريز اللي هو المجفف ده. برضو شوكولاته، الشوكولاته دي كنت يعني حطاها في قوالب ترانسفير، كانت عندي في الفريزر حطيتها برضو. وده كان شكل الديكور بتاعي، كان شكله عسل قوي، وفي نفس الوقت مفيش حاجه، بس الوقت كانت فرحانه بيه جدا. يحبوا يصوروا فين، كنت حبيت ان انا اعمل يعني ايه ما اوزعش بالونين في كل مكان كده، احط حبه، لا ان انا جمعتهم، عملت شبه بالونه كده من قصدي بوابه من البلالين في مكان واحد، عشان اللي يحب يصور يحب يصور في المكان ده. عملت بقى انا في اليوم ده عملت مخبوزات، وعملت جلاش حادق، وعملت جيلي. بس الجيلي يعني مشروع فاشل جدا في الحر، اللي هو مجرد ما طلع من التلاجة للسفرة كان ميه، كان ميه حرفيا. حطيت الاطباق الاول والكوبايات، كنت برضو جايبه كوبايات بلاستيك، ما كنتش جايباها يعني كانت عندي من رمضان وحطيتها. جبت بقى مقرمشات اللي هو الباتون ساليه، الشوكولاته، الفواكه. ده المخبوزات اللي انا كنت عاملاها وعملتها معاكم كتير، ولو انتوا حابين تشوفوا الطريقه ارجعوا له الفيديوهات او اكتبوا لي كومنت وانا هسيب لكم المقادير والطريقه. بصراحه دي انجح طريقه مخبوزات ممكن ان انت تعمليها بلا منازع بجد. ده كانت السفره لسه، بس التورتيه يعني طلعتها يا دوبك على الاكل. ده بقى كان الشكل بعد ما حطيت التورتيه. وده الولاد كان فرحان قوي ان الولاد حواليه، وان هو عمل له عيد ميلاد، وان حاولت على قد ما اقدر يعني ان انا اعمل له حاجه ما تكونش مكلفه، ما تكلفنيش كتير، وفي نفس الوقت يكون هو مبسوط وسط اللي بيحبهم واللي عايزهم يكونوا موجودين في عيد ميلاده. حاجه بسيطه بس في نفس الوقت يعني كان فرحان بيها قوي. وانا كنت مبسوطه ان انا عامله حاجه يعني بسيطه مفرحاه. انا كنت عايزه اسيب لكم المقطع ده بالصوت بتاعه، بس للاسف كنت بتكلم، يعني كنت بتكلم في المقطع ده. تعالوا بقى مع بعض نشوف. الوقت بقى انا هصور لكم الهدايا. انتوا عارفين ان انا عامله عيد ميلاد مخصوص عشان اصور الهدايا، احب فيديوهات الهدايا قوي واحب اقعد اتفرج عليه. قلت لا لازم اقوم بها بقى المره دي. ليه بقى بحبها معرفش، تافهه باين، انا تافهه مش عارفه. هوريكم بقى الهدايا كده بالترتيب. في حاجه في اكياس انا حطيت فيها هديتين في بعض عشان اقدر ان انا احطهم يعني في الدولاب وكده. هنفتح اول هديه كده مع بعض، نحط كده الباقي على جنب. اول هديه معايا ده بيجامه، بيجامه عسل قوي تحفه. هو شطان فيها بس انا مرضتش البسها له غير اما اصورها الاول، وبعد كده ابقى البسها له.
وده البنطلون بتاعها، شكله عسل قوي، ينفع بقى في الدروس وفي الحاجات دي لان شكلها شيك قوي كأنها طقم خروج. تمام. ناخد بقى كده اول كيس كده. تاني كيس ده أدوات المدرسة، دي مقلمة وإزازة مية شكلها عسل قوي شيك، وكراسات وبراية واستيكة. الاستيكة دي شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها عسل قوي، شبه حبات البطاطس بتاعت ماكدونالدز. البراية بتاعتها شكلها قمر قوي. هو طبعا فرحان جدا جدا بالهدايا، وكل شويه عمال يروح يبص عليها نيجي بقى كده برضو تالت كيس. عارفه من كتر ما هو بيطلع وبينزل قطع الكيس. برضو مقلمه، ده بقى الوان رهيبه بجد، تحفه قوي الالوان دي، وكمان معاها البرايه بتاعتها عسل قوي. طبعا عمري ما هديله المدرسه عشان يجي من غيرها، عمري ما هديله طبعا، هخليها هنا في البيت لو عايز يلون او حاجه يعملها، لان العلبه بتاعتها شيك وقيمه قوي. وهنا قلم بينور من هنا كده، شكله تحفه. ده قلم جاف، شكله رهيب قوي، جميل قوي قوي قوي. برايه شكلها عسل. انا بموت في ادوات المدرسه اللي لها اشكال دي، كنت بحبها قوي وانا صغيره، وكنت اقعد ادور عليها الحاجات اللي هي لها اشكال كده مختلفه، عسل قوي برضو. والاستيكه على شكل عربيه، قمر بجد. انا حابه الحاجات كمان اكتر منه، عسل قوي. وكمان الساعه دي بصراحة حاجة تحفة بجد بجد بجد، يسلم ايديهم وما تحرمش منهم ابدا بجد. دي بقى ساعة كده، مش عارفة، مش فاهماها بصراحة. هو اللي بقى اللي عارفها وعمال كل شوية يجيبها. دي الساعة بقى بتتشحن كده بشاحن ده، تجيب بقى الحاجات اللي على الموبايل، وممكن يجيلك الاشعارات والرسائل بتاعتك هنا على الموبايل، لها شاشة وبتنور وبتشحن. هو كان شاحنها وقاعد بقى شوية، بس انا خبيتها منه، خفت بصراحة الله يبوظها، فخبيتها كده منه. عشان طبعا هم العيال اما بيبقوا جايب لهم حاجه كده في الاول بيبقوا فرحانين بها قوي زياده عن اللزوم، وممكن يبوظوها. فركنتها كده بعيد عن وشه شويه، عشان يعني ما تبصش كده لسرعان. هي جايبين كده الحاجات اللي عليها، ممكن تشوف النبض بقى تقريبا، مش عارفه، هي حاجات كده يعني هو اللي عارفها. ما شاء الله العيال بقى ويعرف حاجات كده احنا ما بنعرفهاش، هو عارفها بقى وفرحان بيها قوي. ده بقى تيشيرت قمر، لونه تحفه. هو ما عندوش اصلا الالوان دي، انا بخاف اجيب له الالوان الفاتحه لانه ما شاء الله نضيف قوي بس التيشيرت عسل قوي قوي قوي. ده كده شكله غامق كده من قريب، عسل قوي، عاجبني جدا جدا، شيك قوي. وجايب برضو تيشيرت تاني، لون تاني، حلوه قوي التيشيرتات، عجباني يعني، هتنفعني قوي السنه الجايه لان انا لسه كبيره، هعينها له ان شاء الله. تنفعني بقى باذن الله على الصيف الجاي باذن الله. هم لسه طوال يعني عليه شويه، فهعنهم له الاتنين دول، جايين له هديه، هعنهم له بقى ان شاء الله للسنه الجايه.
جاي لي برضو الشنطة دي للدرس. الخامة بتاعتها جميلة قوي، كأنها جينز، جميلة جدا جدا. انا اصلا كنت محتاجة فعلا والله شنطة للدرس، لان الشنطة بتاعته صغرت عليه، فكنت فعلا محتاجة شنطة للدرس. شنطة جميلة قوي وعسل قوي قوي قوي. هنا بكتف كده. وجاي له كمان الشبشب القمر ده. عسل عسل عسل. خامته جميلة قوي، وبرضه كبير عليه شوية، مش كبير قوي يعني، هو كبير حاجة صغيرة كده، وهو عنده الشباشب بتاعته. فانا برضه ان شاء الله هنهوله بإذن الله السنة الجاية بإذن الله بإذن الله يعني، عشان هو عنده الشباشب بتاعته وكده، وهو من نوع الشباشب والحاجة بتاعته بتصغر عليه، مش بتبوظ قد ما بتصغر عليه. فهنهوله بقى طالما هو كبير شوية، هنهوله يعني ايه ان شاء الله بإذن الله كده للصيف الجاي بإذن الله يعني. وجاي له برضه الطقمين دول، الطقمين الداخليين دول. ده كده البوكسر، ده الفانلة بتاعته. وبرضه انا كنت على فكرة محتاجة له بوكسرات وحاجات من دي. هلبسه واحد، وهعمل برضه واحد للسنة الجاية ان شاء الله، لان برضه مقاساتهم حلوة كده مرتاحة. فهلبسه ان شاء الله واحد، وبإذن الله هعمله التاني ان شاء الله ان شاء الله يعني. ده لون اهو، وده كده اللون التاني. الوانهم عسل قوي، وانا احب الالوان اللي هي مش فاتحه قوي، برضو مش غامقه قوي. بتبقى حلوه كده في الغسيل وكده، بتتعبش. وده كانت الهدايا بتاعتنا. طبعا بشكر كل حد جاب له حاجه، هو اتبسط بيهم جدا جدا، وشكرا لذوقكم، ومتحرمش منكم ابدا ابدا يا رب.